السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما تنسوش بقى ننزل كلنا نصلي على النبي في التعليقات تحت. النهارده هنعمل مع بعض صينية كده سمك القراميط. عارفة في ناس كتير ما بتحبهاش وفي ناس كتير بتقعد تقول عليها دي ما بتتاكلش يع ومش عارف ايه، بس في ناس بتاكلها وعندنا ناس كتير بتحبها. انا مسكت كده القراميط الاول، بعد ما جات مسكتها كده نضفتها كويس وغسلتها بدقيق وخل وليمون وملح، وبعدين استغنيت عن الدماغ بتاعها خالص، انا برميه مش بعمله، وقطعتها كده زي ما انتم شايفين. وبدات بقى حطيت طاسه كده على النار وبدات ان انا اقليها، بحمرها كده. مش لازم ان انت تحمريها قوي زي ما تكون هتاكليها كده، لا، كده كده احنا هنحطها في صينيه، فبحمرها كده بديلها لون خفيف، بحطها كده في الدقيق. وانا كنت غسلاها وحطيتها كده في مصفى وسبتها تصفي الميه اللي فيها كلها، وبعد كده بقى بقيت احط في الدقيق واحط في الزيت على طول. طبعا صينيه السمك او الصحافه او اي حاجه زي ديت بتحب البصل كتير، فكان عندي كده بصل ابيض، ما بحبش ان انا استخدمه. البصل الابيض بيبقى يعني مش بيبقى احسن حاجه، البصل الاحمر بيبقى حلو وريحته حلوه في الاكل وطعمه جميل، فانا ما كانش عندي الا بصل ابيض يعني. استخدمت كده بصلتين كبار، آه، في شوية زيت صغيرين كده، لان كده كده احنا هنحمر السمك في زيت، فمش عاوزين نكتر زيت كتير. حطيت كده البصلة على النار لحد ما بدأت ان هي تخش في الدبلان شوية كده. حطيت عليها قرن فلفل حامي، قطعته كده مكعبات صغيرة وشوحته معاها، وسبت البصل على النار لحد لما دبل، انا مش عاوزاه ياخد لون، لحد لما دبل. وبعدين نزلت عليه بعصير الطماطم. كده خلاص، كده انا بحمر السمك اهوت، بديله لون خفيف، مش بقسى عليه خالص في التحمير قوي يعني. السمكة لحمتها بيضة بسم الله ما شاء الله وطعمها حلو. جبت كده فصين من التوم، حوالي 5 فصوص توم، دقيتهم كده في الهون وهنزل بيهم في وسط كده الطماطم وهي بتغلي كده. وما بحطش للسمك ده اي توابل خالص، هو فلفل اسود وكمون، وطبعا الملح ما ننساهوش، ومعلقه الثوم المهروس، وتسيبها كده تتسبك مع بعضها وهي بتغلي كده. بتطلع ريحه الثوم بتاعها، بتبقى ريحتها فظيعه، ريحتها كانت جايبه اخر الدنيا. خلاص كده حمرت السمك بتاعي زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى ان انا اشيله قطعة قطعة كده وانزله في قلب الصلصة اللي انا عملتها دي. اهم حاجة يكون السمك اللي انت، يعني الناس اللي بتتقرف ولا بتقول اكله مش حلو واكله مفيش حاجة اكلها حرام، هو بس يمكن علشان الناس بتقرف منه او كده. بس لو جاي من مكان نضيف آه، عادي تاكليه ونفسك راضية وكل حاجة. لو وصلت لحد هنا بقى معايا في الفيديو ما تنساش تحطي لي لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناه تنزلي دلوقتي تشترك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. رصيت كده القراميط بتاعتي في الصلصه كده زي ما انتم شايفين، وهزودها بقى حوالي كده كوبايه ميه كبيره. زودتها كده كوبايه ميه زي ما انتم شايفين. ههز الصينيه كده، هخلي كل الميه تختلط مع الصلصه مع السمك مع كله. هروح بقى احطها في قلب الفرن. هي كده كده ما بتاخدش اي وقت خالص، لان هو السمك متحمر والصلصه متسبكه، فما بتاخدش وقت خالص. اخدت معايا حوالي ربع ساعه او تلت ساعه في الفرن، وتطلع بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ريحتها كانت تحفه جدا وجميله وطعمها حلو، السمكه بيضه من جوه وحلوه. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. عايزين نكبر ونبقى اكبر عيله في الدنيا. شايفين بقى شكلها بجد يفتح النفس، وطعمها حلو، واخده لون حلو كده من الفرن، وريحتها كده، ريحتها كده من صهد الفرن كده، وخلى ريحتها حلوه. اشوفكم بقى على خير، ما تنسوش تجربوها. مع السلامه.